أنا نورهان، مرات الابن الكبيرة في بيت عيلة مصري أصيل. 3 سنين عدوا عليا كأنهم حلم، عشتهم مع حماتي الحاجة زينب، ست أصيلة زي أمي بالظبط. مطبخنا واحد، أكلنا واحد، وحتى همومنا كانت واحدة. كنا بنطبخ سوا، نجهز الفطار والغدا والعشاء. البيت كان مليان خير وضحك وصوت. كانت حماتي تقول دايما: اللقمة اللي بتزيد من الخير بتعم على الكل يا بنتي. كنت بحس إني مش في بيت حما، كنت في حضن أم تانية. جوزي سيد كان طاير من الفرحة، شايف البيت مترابط وحاسس براحة بال. الموضوع كان ماشي كده لحد ما جه اليوم اللي أخو سيد الصغير حسام قرر يتجوز. حسام كان دايما الدلوعة والواد الشاطر اللي بيسمع كلام أمه. حماتي قلبها كان بيرفرف بيه، عايزة تفرح بيه وتجوزه أحسن عروسة. وفعلا اختارت له واحدة اسمها شيماء، بنت هادية كده وشكلها مسكينة وطيوبة. بعد الجواز بكام شهر حماتي قررت إن البيت لازم يتقسم. قالت لسيد: يا ابني أنا عايزة كل واحد ياخد راحته، وكل عيلة يكون ليها خصوصيتها. كلامها كان منطقي وسيد وافق. الخصوصية دي كانت بداية الكابوس. تفتكروا إيه اللي هيحصل لما الأكل يتقسم؟ المصيبة لسه ما بدأتش.